السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى مقيمي العزاء للحسين. هنا زينبية، منطقة زينبية في إسطنبول. هناك يوجد مسجد باسم الزينبية، مسجد الزينبية، وهذا المسجد بني من قبل شيعة تركيا في عام 1978. ومن ذاك العام، ذاك السنة إلى يومنا هذا يقام هنا مراسم عاشوراء للحسين عليه السلام. ممكن تعرفنا بهذا المركز اللي احنا متواجدين به هسه حاليا؟ نعم، هذه المنطقة منطقة هالكالة، أخيرا تسمى منطقة الزينبية. عندما تسأل عن الزينبية في إسطنبول في أي نقطة تكونوا يندلون عليكم يعني إلى هذه المنطقة. ما هي هذه المنطقة أكثر مجموعة شيعة في إسطنبول. تقريبا توجد في إسطنبول 1,000,000 شيعة توجد في تمام. إسطنبول. الشيعة الجعفرية الملتزمين بالفقه الجعفرية عددهم في تركيا حدود 3 ملايين. 1,000,000 منهم هاجروا من شرق تركيا إلى إسطنبول، وعدة منهم إلى مدن أخرى في غرب تركيا وأواسط. ما هي أبرز الأعمال التي تقومون بها في عاشوراء؟ أبرز عملنا في مراسم عاشوراء، عندنا مسرحية عاشوراء. متى؟ يوم عاشوراء من الساعة 10 إلى صلاة الظهر، يعني إلى وقت الأذان. تقريبا حدود ساعة مدة مسرحية عاشوراء. وهناك كلمات للشخصيات، ويتحدث في هذا المراسم كل عام 3 شخصيات ممثلين شرايع مختلفة. واحد زعيم الشيعة في تركيا، من؟ سماحة العلامة الشيخ صلاح الدين أوزغندس. هل لنا يعني فرصة أن نلتقي معه؟ حاليا للأسف، لأننا شغلنا كثيرة جدا لا يمكن الآن، بس إن شاء الله من ينوب عنه؟ يوم عاشوراء إن شاء الله، ويوجد في ذاك المراسم وبعد المراسم يجلس ويشارك مع الضيوف في نسمي إحسان، يعني الغداء للضيوف للمشاركين في مراسم. يشارك هناك، يتحدث مع إعلاميا ومع الضيوف من الخارج والداخل. شكرا. واحد شخصية من إخواننا السنة أيضا يلقي الكلمة في هذا المراسم. وواحد من العلويين، نعم، الذين هم أيضا شيعة 12 لهم كلمة في يوم عاشوراء. يعني 3 شخصيات، هذا يعني مقطوع كل سنة. مع ذلك يمكن مثلا عندما يشارك نفرض مثلا من الحكومة ومن البلديات، رؤساء البلديات أمثالهم، يمكن أن يلقوا الكلمة، لكن
المتحدثون يعني ثابتا في كل عاشوراء هم 3 أشخاص، شخصية من الشيعة، شخصية من العلم، وشخصية من السنة. أحسن. وهكذا شكرا. يشارك كل المسلمين من دون أن نفرق بين الشيعة والسنة، لأن الحسين عليه السلام هو شمس، يعني قطعة من الشمس، هو شمس الرحمة، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال حسين مني وأنا من حسين، وقال الله عز وجل إنا أرسلناك رحمة للعالمين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، سواء أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، حتى وإن يردوا رسالته، بس يستفيدون من هذه الرحمة. وإذا كل المظلومون، كل يعني كل صاحب عقل يستفيد من الحسين عليه السلام كما يستفيد من الشمس.